في هذا الفيديو اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه اللي واعره بزاف وفيها بزاف ديال التحدي والاعجاز في نفس الوقت. بلا ما نطول عليكم في المقدمه وخلينا نبداو القصه ديالنا. القصه ديال اليوم كتدور الاحداث ديالها على 3 ديال البائعين اللي تقدموا لواحد الخدمه في احدى الشركات التجاريه. المهم خوتنا جا النهار اللي غيتقابلوا فيه مع مدير الشركه باش يدوزوا الانتروتيان ديالهم، وهنا مول الشركه غادي يصدمهم بواحد التحدي صعيب ديال بصح، وهنا بالطبع غيكون البقاء للأذكى. المهم هذا المدير بحكم الشركه ديالو مختصه في صناعه المشاطي ديال الشعر قرر انه يعطي كل واحد فيهم كميه محدوده ويشوف شكون يقدر يبيع اكثر. المهم خوتنا فرحوا بداو كيضحكوا وكل واحد فيهم كيقول الاخر انا نقدر نبيع اكثر منك. وهنا غينتقل المدير وغيقول له مازال ما كملتش هضرتي. التحدي ديال البيع ماشي في اي بلاصه، التحدي ديال البيع بالضبط خاصكم تبيعوا هاد المشاطي في المعابد البوذيه، وكما عارفين دوك الرهبه اللي كيكونوا في هاد المعابد كيكونوا في الاصل قراعين، اذا راه اصلا ما غيحتاجوش المشطه في شي حاجه. ولكن خوتنا باش يقدروا يخدموا قبلوا هاد التحدي من المدير كان في الاصل عطاهم 3 ايام. المهم سالات المده ورجعوا كلهم للشركه باش يعرفوا شكون قدر يبيع اكثر من الاخر وشكون اللي غادي يخدم فيه. بدا المدير بالبائع الاول، قال لي شحال قدرتي تبيع من مشطه؟ هو يجاوبو قدرت نبيع مشطه وحده، حيت فاش دخلت للمعبد وشافني الراهب الاكبر كنبيع المشاطي قال هاد السيد كيتستهزئ بينا وكيقلل منا حيت ما عندناش الشعر، وديك المشطه اللي بعتها كنت غير بالصدفه ملي كنت خارج ولقيت واحد السيد كيحك في راسو وانا نقول ليه هاك شري هاد المشطه من عندي راه غتعاونك باش تحك راسك. انتقل من البائع الاول ومشى عند الثاني قال لي شحال بعتي من المشطه نتايا، وغيقول لي قدرت نبيع 10 ديال المشاطي. هنا المدير فرح بزاف وقال كاين امل، وقال لي قول لي انا كي درتي ليا. قال لي فاش دخلت للمعبد لاحظت ان الزوار اللي كيكون كيصليو في المعبد كيصليو بشعرهم مشاكك. مشيت عند الراهب الاكبر وقلت ليه حشومه يصليو بشعرهم مشاكك بحال هكاك، هكا هادشي فيه نقص هادي المكان الشريف. وهنا الراهب وافق وسمح لي نبيع داكشي ديالي. جا الدور ديال البائع الثالث اللي صدمهم ديال بصح، قال لي المدير شحال تقدرتي تبيع؟ وهنا غادي يجاوبوا بلي قدرت نبيع 1000 مشطه. والبائعين الاخرين بقاو غير خالين فمهم وكيشوفوا. وملي قال لي كيفاش قدرتي دير لها، هو يقول لي مشيت عند معلم اكبر معابد البوذيه وشكرته على المجهودات ديالو وعلى كاع دوك النصائح اللي كان كيقدمهم للزوار المعبد. هنا المعلم فرح قال لي انا ما كرهتش بدوري نكرم كاع الزوار اللي كيزوروا المعبد ديالي ولو بشي حاجه بسيطه. وهنا غنقترح عليه انا فكره، يعطيهم شي جيكار فيه معالم البوذا وعرضت عليه المشاطي وهنا عرضت عليه المشاطي اللي كنت اصلا نقشت عليهم دوك الكلمات من تعاليم البوذا، وقلت ليه مشطه وحده حاجه ضروريه اللي كيحتاجوها كل نهار، والزوار كل ما استخدموا هاد المشطه غادي تكون لهم كتذكير ليه باش يديروا الخير. الراهب عجبته الفكره بزاف وقرر ياخذ 1000 مشطه. هنا غيقطع واحد من البائعين وغيقول ليه غير الزهر اللي خدم معاك هاد المره. وقف المدير وقال لي الخدمه ما فيهاش شي حاجه سميتها الزهر، كاين المثابره والجد والاجتهاد. وهنا الجهاد وخدا دوك المشاطي يزيدوا من لمسه خاصه به. وبحال هاد البائع علاش كنقلب وهذا البوست من نصيب. المهم الخوت العبره من هذه القصه هي ان حيت بعض المرات كتعطينا فرص غير الاختلاف كيبقى في كيفاش كل واحد فينا كيستغلو. والى انا غتسالي القصه ديالنا الخوت، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.